بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا سمك حجم كبير، بلطي حجم كبير. نضفناه عملنا له فتحات كده في الظهرين بحيث ان يشرب من التتبيله اللي احنا هنعمله النهارده بطريقه جميله جدا. معانا فلفل، بصل، ليمون، فلفل احمر، توم. معانا ملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون وشويه كزبره. نبدا بقى نحط الكلام ده كله في الهون على بعضه وندق دق ناعم. معاكي كبة اعملها في الكبة عادي خالص. هندق دق ناعم يطلع بالجمال ده. نبدأ نحشي أو نتبل الفتحات بتاعتنا ونتبل السمك من جوه ومن بره بنص تتبيلة، ونحشي بصل وشرايح فلفل، شرايح بصل وشرايح فلفل من البطن من جوه مع شوية تتبيلة كده. خلاص تبلناه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. نبدأ نجيب ورقة فويل ندهنه بفرشة زيت، بعد ما ندهن الفويل بتاعنا هنرش رشة من الردة الناعمة، صحية جدا الردة دي. تمام كده، رشة بسيطة كده. هنجيب السمكية بتاعتنا نحطها على الردة دي، بس بعد ما نبدرها بالردة برضو بتاعتنا على الوشين. ده سمك مشوي في الفرن يا جماعة زي بتاع المطاعم، بس من غير دخان من غير عفرة، وطعمه بيبقى رائع جدا. نقفل بقى الورق بتاعتنا عليه ونحطها في صاج خاص بالسمك انا عامله، ونحطه كده بالشكل ده كده. هنعمل الثلاث سمكات بالشكل ده كده. هنرش رشة زيت على السمك بتاعنا ده بعد ما عملناه بالردة وقفلنا الفويل عليه. هندخله فرن على 200 درجة حرارة لمدة تلت ساعة وهنطلعه. دي المرة الأولى. عن بقية الدقة اللي احنا عملناها في الهون نبدأ نرشها على الوش وندخله فرن مرة تانية. مطعم السمك جه لحد عندكم اهو في البيت. هيبدأ بقى يطلع الشكل النهائي بتاعنا الجميل والوجبة بتاعتنا الروعة. طب هنعمل ايه معاه؟ هنعمل شوية رز أبيض مع السمك المشوي. طب نشوف جمال السمك مع الرز الأبيض مع السمك من الداخل عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، مستوي، طعمه خرافة وريحته جميلة جدا من غير زفارة من غير أي حاجة. دي بقى طماطم معمولة بالدقة والفلفل، جميل جدا مع سلطة الطحينة كمان معنا. شوف الشكل